السعودية ويبقى الإعلامي الأعلى أجرا في الوطن العربي كله، وما يعديش كام سنة كده ويقوموا مدينه الجنسية السعودية ويبقى مواطن سعودي ومصري في نفس الوقت. هنا بقى عمرو أديب اتغير 180 درجة، رمى نفسه على طول في حضن الجانب السعودي وداس بنزين على الآخر لدرجة إنه بقى بينزل يغطي أخبار البوليفارد وموسم الرياض زيه زي أي مذيع في الشارع. بعدها بقى قام دخل في قصة إنه ينزل تويتات يتغزل في جمال وحنكة ودهاء المستشار تركي الشيخ بطريقة بتهينه هو شخصيا وتبينه شخص منبطح، لحد ما نوصل لتويتة الاسبوع اللي فات اللي هدد فيها علنا كده مصر، اللي كان تهديده كله يعني بيتمحور حوالين سحب الاستثمارات السعوديه من مصر. تويته ببجاحه اول مره نشوفها، كانه خلاص بقى عايز يحرق كل اللي بينه وبين الاعلام المصري ويحرق نفسه كمواطن مصري عشان يتحول لمواطن سعودي صرف. ده حتى ما اتكلمش عن حريه الفن مثلا بعد تصريحات رئيس الوزراء اللي قرر بتشكيل لجنه عشان تراقب على الاعمال الفنيه بعد طبعا توجيه الرئيس السيسي بالموضوع. ده اللي زعله وخلى الدوده تاكل في ودانه لما المسؤولين الاعلاميين المصريين رموا اللوم كله على قناه MBC انها هي المسؤوله عن افساد الذوق العام في مصر. اصل يا جماعه بصراحه يعني لو جينا نبص على مسلسلات رمضان اللي تسببت في اعلى انتقادات السنه دي هتلاقوا ان اللي عاملها قناه MBC مصر مش الشركه المتحده. مسلسلات زي ايش ايش والعتاوله وسيد الناس والمداح وبرنامج حسين العسيلي ورامز، يعني بصراحه من وجهه نظري المتواضعه دي اعمال هابطه جدا في الكتابه وفي